5 4 3 2 1 كاميرا رول ان اكشن. النهارده احنا معانا تحدي، والتحدي ده جاي لي من لوجيتك. طبعا كلنا شفنا الماوس لوجيتك جي 309، ده الماوس الجديد بتاع لوجيتك، الناس كلها اتكلمت عليه تقريبا. فالنهارده لوجيتك اتحدتني ان انا العب بالماوس ده، علشان انا بلعب كول اوف ديوتي بلعب دايما بالكنترولر، عمري ما لعبت كول اوف ديوتي بماوس وكيبورد. ولما جيت اجرب العب ماوس وكيبورد كول اوف ديوتي، دي النتيجه اللي حصلت. اعمل ايه؟ ده ازاي بقى؟ فقالوا لي لو انت استخدمت الماوس ده ونزلت في كنترول سنتر وجبت 8 كيلات في جيم واحد، حلال عليك الماوس، بس ليك 3 محاولات مش اكتر من كده. الموضوع يستاهل ان انا اقعد اجرب. فانا استعنت باخويا الصغير عزيز وقعدت ابراكتس كده في الاول، بس انا ما وقفتش عند كده، انا قبلت التحدي وهنسجل التحدي مع بعض وهنتفرج عليه في الفيديو ده. بس قبل اي حاجه خليني اشرح لكم ايه هو الماوس ده اصلا. ده ماوس لوجيتك جي 309. الماوس ده بيجي معاه في الكرتونه بتاعته الكتيب والحجر، هو حجر دبل اي كده، والوايرلس ريسيفر بتاعه، وكمان كابل اكستندد كده تقدر توصل فيه الريسيفر، بحيث ان انت لو بعيد شويه عن الكمبيوتر او الكمبيوتر تحت المكتب مش جنبك ما يبقاش الكونكشن ضعيف. وكمان بيجي معاه جريبات كده بتلزقها على الماوس علشان الماوس تعرف تملكه بشكل احسن. حاجه بقى صايعه موجوده في الماوس ده انا شفتها، هو اللي انت ممكن تحط اليو اس بي دونجل هنا في مكان البطاريه ده، تحط الدونجل بحيث ان انت لو تاخد الماوس معاك بره ولا حاجه ما يبقاش فيه مشكله. وفي ناس كتير بتقول ان الماوس ده هو الخليفه بتاعت ال 305، بس لا، انا مش شايف ان هو الخليفه بتاعت ال 305 خالص. ده ماوس مختلف تماما، الفيتس بتاعته اقوى بكتير من ال 305، وكمان الشيب بتاعه احسن في الماسكه من ال 305، غير ان التوزيع بتاع الوزن بتاعه احسن من التوزيع بتاع ال 305. وكمان الماوس ده بيشتغل وايرلس بسرعه الوايرد بتقنيه اللايت سبيد بتاعت اللوجيتك كده كده. والاضافه بقى الزياده ان هو بيشتغل بلوتوث كمان. كل اللي عليك تعمله انت تدوس على اللي في ظهر الماوس ده، بينقل ما بين البلوتوث كونكشن والوايرلس كونكشن، ولو انت مشغله بلوتوث عمر البطاريه بيزيد شويتين حلوين. وبالنسبه لوزن الماوس، فوزن الماوس ده من غير اي بطاريه 62 جرام او 63 جرام، ووزن الماوس بالبطاريه الدبل اللي موجوده 86 جرام. وفي لايف هاك كده انت ممكن تعملها، ان انت تجيب بطاريه تريبل اي وتركبها وتحط ورق فويل علشان ينقل بس الكهرباء، الماوس بيبقى وزنه مش عارف 72 جرام حاجه زي كده، فبيكون خفيف جدا. في حاجه اقوى، لو انت معاك الماوس باد الباور بلاي، الماوس باد الباور بلاي دي ب 120 دولار لوحدها اصلا، اغلى من الماوس. بس لو هي معاك انت تقدر ما توصلش اي بطاريات، وونس ان الماوس لمس كده الماوس باد بيشتغل على طول وايرلس عادي جدا. فساعتها الماوس وزنه بيكون 60 جرام تقريبا او 62 جرام حاجه زي كده. والماوس ده بيقدر يغطي 400 اي بي اس. يعني ايه بيقدر يغطي 400 اي بي اس؟ يعني بيقدر يغطي 400 انش في الثانيه الواحده، تقدر تتحرك بيه 400 انش في الثانيه، ما بيبقاش فيه اي تقطيع في الموضوع. وبيجي منه لونين، اللون الابيض واللون الاسود. والفيتس بتاعت الماوس ده بي تي اف اي علشان تقدر تتحرك معاك بنعومه اكتر على الماوس بادز الازاز او الماوس بادز التقيله شويه. وطبعا هتسال سؤال، ماوس بحجاره فاكيد بطاريته هتفصل بسرعه خالص. لوجيتك في الماوسات اللي هي ببطاريه ما تنسى الموضوع ده تماما. انا كان معايا 305 والله اول مره اغير فيه الحجر بتاعه بعد 6 شهور من الاستخدام. فالماوس ده المفروض على الورق ان هو بيقعد 300 ساعه وانت مشغله وايرلس، وبيقعد 600 ساعه وانت مشغله بلوتوث. وكمان في لايف هاك كده، لو انت جبت بطاريه بتتشحن تايب سي انت خلاص خلصت الدنيا كلها، مش هتحط في دماغك خالص المشاكل بتاعه البطاريه او اللي انت تغير كل شويه بطاريه. ده مش كنترولر اكس بوكس، البطاريه بتقعد وقت طويل المدى حرفيا، الدنيا هتبقى تمام جدا معاك. ده غير ان هو بيشتغل على برنامج لوجيتك جي هاب اللي انت تقدر تكستم فيه الماوس. ده غير ان السويتشات بتاعت الماوس ده بتقنيه اللايت فورس اللي هي الهجيم ما بين الاوبتيكال والميكانيكال، يعني الفيدباك بتاع الاوبتيكال وسرعه الميكانيكال. وزي ما قلت لك برنامج لوجيتك جي هاب انت تقدر تختار منه اي بروفايل وتكستم الزراير اللي موجوده في الماوس، لان الماوس ده فيه 4 زراير تقدر تتحكم فيهم، اللي هو الليفت والرايت والزرارين اللي في الجنب. وبالمناسبه الفيدباك بتاع الزرارين اللي في الجنب فيدباك كويس جدا، ومكانه بقى افضل من اللوجيتك جي 305.
فتعرف تعتمد عليهم. وانا خليتهم في كول اوف ديوتي الصراحه الزرار اللي تحت يعمل كراوتش والزرار اللي فوق ينط، يعني علشان اعمل اسمها ايه سلايد كانسل، دي اللي هو سلايد كانسل السلايد، فيبقى عندي الاولويه في الكلات. انا لسه ما بداتش التحدي على فكره، فانا لسه مش عارف. وضمان الماوس ده هنا في مصر سنتين من الوكيل الرسمي بتاعه اللي هو نيكست هاب، ضمان سنتين استبدال ضد عيوب الصناعه. يعني لو فجاه الماوس الكونكشن بتاعه باظ ده كده عيب صناعه اعتقد، فتقدر تبدله عادي مفيش مشكله. واخر حاجه معانا سعر الماوس ده. سعر الماوس ده في السوق المصري بضمان رسمي 3500 جنيه. احنا كده اتكلمنا عن الماوس بشكل عام، لازم ننقل تجربة الماوس بقى بالتحدي اللي هيحصل دلوقتي ده. فيلا بينا نشوف الدنيا فيها ايه. ولو انت اول مرة تتفرج عليا فانا صديقي صديقك الصدوق احمد عارف، اللي مش عارف اي حاجة خالص. تعالى معايا كده. احنا بدأنا رسميا التحدي، قعدنا نحاول شوية وبرده ما عرفناش نعمل حاجة. والماوس معايا اهو، وهنبدأ ننزل سي سي، ويا رب نعدي حتى الاربع كلات في اي جيم من الجيمات. بس اوريكم اللود اوت بتاعي. انا كنت اصلا سايب اللعبه من ساعه لما اخدت شادو بان ولسه راجع لها. هو ده اللود اوت بتاعي. يلا بينا. حلو قوي. الكاركترات الجديده دي معفنه. يلا بينا اول جيم بسم الله. شيه ننزل فين بقى؟ ننزل سي سي كنترول سنتر. وكنترول سنتر يا اما بتنزل تلاقي التيم كله والجيم كله في كنترول سنتر، يا اما بيحالفك الحظ وما بيبقاش في حد في كنترول سنتر. بس انا جاهز ومعايا اخويا عزيز. يا عزيز انا عايزك تلزق معايا بالله عليك، ما تخليني اموت. ما جاش. فوقنا فوقنا فوقنا. انا اسف. عدوني. عايز اعيش. انت لسه بتصحي نفسك. ادي اول كلاية. استنى 15 ثانية. خد. إيه انا بضربه بسلطة. انا عبال لما طلعت السكوب وضربت ضربة كان هو فشخني. ايه ده؟ فين ده بقى؟ هو نفس الواد. ماشي. موت بقى عشان بس اجيب كل. يهبل. انا دونت حد. التالت. اي ده ورانا مش قدامنا. معيش شلدات. في حد. ايه بقى؟ انا عايز شلدات اوكي. ليتس جو. انا بموت منين؟ انا بضرب منين؟ انا اسف. شفتك داون.
ليتس جو. ايه ده؟ ماشي ليتس جو. هنجيبها، هنجيب التمانية، هنجيب التمانية كام؟ ايه ده؟ ماشي، ده اول جيم 6 كيلات. I believe I can fly. هنا في حد، هنا في حد اهو. التاني بس ما ماتش، هيصحي نفسه، هيصحي نفسه، يا رب يموت. تاني جيم خسرناه، خسرنا تاني جيم. فاضل اخر جيم واخر محاولة. هشوف بس بص، تاني جيم خسرناه لما نبدأ جبنا كلتين. رضا رضا الحمد لله. هنشوف بقى ايه الجيم التالت والاخير، هل هيفضل معايا الماوس ده ولا مش هيفضل معايا. معانا شيتوس كسبان قبل كده، ونينجا سبيد ده اخويا، وزاين 8 ده معرفوش، وماي نيم جيف. انا نزلت بدري قوي، المفروض اقول دعاء السفر قبل ما اوصل. ايوه خد داون. ادي اول كيل. اكيد ماشي. ماشي ليتس جو. ايه ده؟ ايه كل ده؟ استنوني يا عيال. ايه الغباء اللي انا عملته ده؟ في حد نزل فوق. ايه ده؟ هو فين ده؟ وبكده يكون خسرنا اول تحدي على القناه. في الاغلب شكلنا مش هناخد الماوس، بس اوعدكم اللي انا كمان 20 يوم بالظبط هتلاقوني فتحت لايف ستريم وجبت 10 كيلات مش 8 كيلات بس. اشوفكم في الفيديو اللي جاي، ويا رب تكونوا استمتعتوا في التجربه الغريبه دي. سلام.